البشر طول عمرهم بيخافوا من المجهول، بس في لحظة في التاريخ الخوف ده اتحول لسلعة. لحظة اتكتب فيها أول عقد بيقول إن حياتك دي ليها تمن، وإن موتك ممكن يكون مكسب لغيرك. أهلا بيكم في حلقة جديدة في سطر حضاري. النهاردة هنمشي ورا خيوط أغرب بيزنس عرفته البشرية. البيزنس اللي بدأ في مقهى متدرب في شوارع لندن، وانتهى بشركات بتتحكم في مليارات الدولارات وبتراقب دقات قلبك وانت نايم. احنا هنا ما بنحكيش عن تأمين، احنا بنحكي عن ازاي الاقتصاد قدر يسعر الروح البشرية. تعالوا نعرف الحكاية ايه في سطر حضارة، وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. الحكاية بدأت سنة 1688 في مكان بعيد تماما عن المكاتب الفخمة، في مقهى إدوارد لويدز في لندن. طب ليه اختاروا المقهى؟ لأن القهوة وقتها كانت المشروب اللي بيخلي العقول صاحية، والمقاهي كانت الملاذ الآمن بعيدا عن رقابة الدولة الرسمية، مكان تقدر تهمس فيه بصفقاتك من غير ما حد يشك فيك. المقهى ده كان غرفة عمليات بتقابل فيه تجار السفن والمهربين وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة اللي بيدوروا على أي مصلحة. وقتها السفينة اللي بتطلع المحيط كانت عبارة عن انتحار مالي، عواصف قراصنة أو تمرد طاقم، والتاجر كان ممكن يفلس في ليلة ويترمي في السجن بسبب ديونه. ومن وسط الدخان ده ظهر إدوارد لويدز صاحب المقهى، وبدأ يجمع نشرة أخبار يدوية عن السفن اللي وصلت واللي غرقت. لويدز بدأ يجمع الأخبار دي كخدمة لزباينه عشان يضمن إنهم يفضلوا عنده، وبمرور الوقت المقهى ده بقى هو المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة عن حالة البحر في لندن كلها، وده زي ما اتذكر في سجلات شركة لويدز في لندن الرسمية وكتاب The Coffee House. ومن هنا ظهرت المقامرة القانونية، مجموعة مستثمرين وقعوا أسمائهم تحت قائمة البضاعة. فمن النقطة دي جه مصطلح underwriting أو الاكتتاب، وتعريفه ببساطة هو إنك تتعهد رسميا بتحمل المخاطرة المالية مقابل مبلغ مالي بتاخده مقدما. وبقوا بيقولوا للتاجر إحنا بنراهن إن سفينتك هتوصل، لو غرقت هندفع لك تمنها من جيب، ولو وصلت هتدفع لينا عمولة. فهي مقامرة لأنها رهانات على احتمالات، وقانونية لأن الدولة وقتها كانت محتاجة التجارة دي تستمر بأي تمن عشان الإمبراطورية تكبر. وبسبب التجمعات دي كبرت لوديس لندن، وتحولت من قعدة قهوة لمؤسسة بتنظم العقود وتضمن إن التعويضات دي تدفع. وبقى بيزنس الخوف هو المحرك الأساسي للتجارة العالمية. الشركة كبرت لأنها كانت بتنشر قائمة لويدز لاست اللي بقت المرجع الأول لكل شركات الشحن في العالم، وده خلاهم يسيطروا على السوق تماما. وده زي ما اتذكر في كتاب لويدز ذا بلاك بوك. لكن الصدمة الحقيقية حصلت في القرن ال18 لما البيزنس ده قرر يمد إيده لأغلى حاجة، وهي الروح. شركات التأمين بدأت تأمن على العبيد كبضاعة بداية من سنة 1700 تقريبا. ففي دفاتر الحسابات وقتها ما كانش فيه حاجة اسمها إنسان، كان فيه رأس أو قطعة. طب ليه صنفوه كده؟ عشان يسحقوا الإنسانية تماما، لأنك لو اعترفت بأدميته مش هتقدر تبيعه أو تأمن عليه، كأنه شوال رز. العبودية وقتها كانت الوقود اللي بيشغل مزارع السكر والقطن، والتأمين كان الضمان اللي بيخلي التاجر يرمي قلبه في البحر وما يخافش على فلوسه. وهنا لازم نحكي عن سفينة زون سنة 1781. القبطان لوك كولينجود ما كانش بحار أصلا، كان جراح، وده سر القصة. كان بيشوف الأجسام مجرد أجزاء. فالسفينة طلعت من أفريقيا وشايلة 440 عبد، وفي روايات تانية بتقول إنهم كانوا 442، وده ضعف ساعتها عشان يعظم الربح. المية خلصت والأمراض انتشرت، وهنا لوك فكر في الثغرة القانونية اللي اسمها الخسارة المشتركة العامة. فالقانون ده كان معمول عشان لو السفينة هتغرق القبطان يرمي البضاعة التقيلة عشان السفينة تخف وتنجو وشركة التأمين تعوضه. لوك حسبها، لو العبيد ماتوا من المرض دي خسارة طبيعية ومحدش هيدفع لي مليم، لكن لو رمتهم وهم أحياء بحجة إن المية مش هتكفي الكل دي هتبقى تضحية ضرورية والتأمين هيدفع تمن. وعلى مدار 3 أيام رمى 130 إنسان، وفي روايات تانية بتقول إنه رمى 132 إنسان في المحيط وهم بيصرخوا. ولما رجع لندن وطلب التعويض
شركة التأمين شكت ورفضت، ووصلت القضية للمحكمة سنة 1783. المأساة هنا إن المحكمة ما كانتش بتناقش قضية قتل، كانت بتناقش نزاع تجاري. محمد قبطان قال بكل صراحة: إيه الفرق بين رمي العبيد ورمي خيول مريضة؟ الاتنين بضاعة. البشر هنا ملهمش حقوق أكتر من الحيوانات في العقد ده. الحكم النهائي كان صادم. المحكمة حكمت في الأول لصالح القبطان لأن القانون الحرفي كان معاه في فكرة حماية السفينة، لكن بسبب ضغط الرأي العام تم إلغاء الحكم لاحقا ورفضوا يدفعوا التعويض. لكن محدش اتحاكم بتهمة القتل. القضية دي هي اللي فجرت حركة إبطال العبودية، لأن الناس لأول مرة شافت إن بيزنس التأمين بيحرض على القتل عشان الفلوس. وده زي ما اتذكر في كتاب The Zong. الموضوع مخلصش هنا، بل انتقل لجداول الحياة سنة 1693 على إيد إدموند هالي. هالي هو عالم فلك بتاع الفضاء والمذنبات، وهو اللي اكتشف مذنب هالي المشهور اللي بيظهر كل 76 سنة. هو طبق علم الفضاء والرياضيات على الموت. هالي استخدم نفس المعادلات اللي بتحسب مدارات النجوم المتوقعة وطبقها على توقع عمر البشر. زي ما النجم بيمشي في مسار ثابت نقدر نحسبه، هالي شاف إن الموت في مجتمع كبير بيمشي في نمط إحصائي ثابت نقدر نتوقعه بالأرقام. وده زي ما ذكر في ورقة هالي العلمية An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind المنشورة في الجمعية الملكية في بريطانيا. هالي راح لمدينة برسلاو في بولندا اللي وقتها كانت تابعة لبروسيا، وجمع سجلات الموت. هالي كان عايز يعرف احتمالية إن الشخص يموت في سن معين. ليه؟ عشان شركات التأمين محتاجة مسطرة تقيس بيها السعر. لو انت شغال في منجم انت خطر والسعر يعلى، لو سنك كبير السعر يعلى. هالي هو اللي وصل للرياضيات بالخوف، وعمل الجداول اللي خلت شركات التأمين تعرف تطلب قسط كام وتضمن انها ما تخسرش. الفكرة دي حولت حياتنا لاحتمالات إحصائية. انت بقيت درجة خطورة مش أكتر. وعلى فكرة هالي ما باعش الفكرة، هو بس نشرها كبحث علمي، والحكومة البريطانية وشركات التأمين الناشئة خطفت الجداول دي فورا، لأنها كانت أول وسيلة تخليهم يضمنوا إن الأقساط اللي بيجمعوها أكتر من التعويضات اللي هيدفعوها. وده زي ما ذكر في أرشيف الجمعية الملكية البريطانية Royal Society. ومن هنا ظهر التأمين الصحي وتأمين الحوادث وتأمين الحياة في القرن 19 وال20. فالمصطلح الأساسي لده كله هو التعويض المالي عن الفقد، ومعناه إن الشركة بتعوضك ماديا عن خسارة صحتك أو عمر. طب ليه ظهر؟ عشان النظام الرأسمالي محتاج العمال يفضلوا شغالين، ولو حد مات أهله بياخدوا مبلغ يسكتهم يخليهم يكملوا استهلاك، والشركة بتستفاد إنها بتجمع أقساط من ملايين الناس اللي خايفة من بكرة، وبتشغل الفلوس دي وتكسب منها مليارات، والتعويضات اللي بتدفعها هي مجرد فكة بالنسبة لأرباحها. النهاردة احنا لسه في مقهى لايدز بس بنسخة ذكاء اصطناعي. الساعات الذكية بتراقب قلبك، والشركات بتراقب سواقتك وأكلك. طب هما بيستفادوا ايه؟ بيعرفوا يسعروك بدقة مرعبة. لو بتمشي كتير وتاكل صحي القسط بيقل، ولو بتهمل في صحتك القسط بيزيد. فاحنا دخلنا في عصر المراقبة الاقتصادية. حتى المشاهير زي ميسي بيأمن على رجله ب750 مليون يورو، وماريا كاري أمنت على صوتها ب35 مليون دولار. ودي على فكرة أرقام حقيقية، عشان الشركات بتضمن إن مصدر رزقهم لو اتأذى هما مش هيخسروا. وده زي ما ذكر في تقارير صحيفة فرابز وذا جارديان عن تأمين المشاهير. وفي النهاية لازم نقول إن شركات زي لايدز لندن وغيرها أصدرت اعتذارات رسمية في 2020 و2021 عن دورها في تاريخ العبودية، ووعدت بتمويل مشاريع لتعويض المجتمعات المتضررة، والمقصود بيهم أحفاد العبيد في الكاربي وأفريقيا والمنظمات اللي بتكافح العنصرية. فالحقيقة المرة هي إن تاريخ التأمين بعلمنا إنك مهما كنت غالي في نظر أهلك، ففي نظر الاقتصاد العالمي قيمتك الحقيقية بتتحدد باليوم اللي هتمضي فيه على بوليصة التأمين. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.